الفشل كلمة بتخوفنا كلنا. أول ما نقع في غلطة أو تجربة تفشل نقول خلاص انتهيت. لكن الحقيقة إن الفشل مش النهاية، الفشل هو البداية. لو بصيت على أي قصة نجاح عظيمة في العالم هتلاقي وراها عشرات بل مئات من لحظات الفشل. أديسون مثلا فشل آلاف المرات قبل ما يخترع المصباح اللي بينور حياتنا لحد النهاردة. محمد صلاح اتقال عليه مش هيقدر يوصل، لكنه فضل يحاول لحد ما بقى أسطورة. كلهم كانوا في مكانك، وقعوا وتوجعوا، لكن قرروا يكملوا. الفشل مش عيب، الفشل دليل إنك بتحاول. العيب الحقيقي إنك تستسلم وتتوقف، واللي مش بيغلط مش بيتعلم. الفشل مش ضد النجاح، الفشل جزء من النجاح. كل تجربة فاشلة بتقربك أكتر من الطريق الصح. ما تصدقش إنك لازم تنجح من أول مرة، محدش بينجح كده. النجاح محتاج صبر، محتاج إصرار، محتاج تقع وتقوم وتكمل. الفشل بيختبر مين يستحق يكمل. الناجحين مش هم اللي عمرهم ما فشلوا، الناجحين هم اللي فشلوا 100 مرة ومع ذلك قاموا المرة ال101. اسأل نفسك، انت عايز تكون من اللي بيقعوا ويقعدوا يبكوا على حالهم، ولا من اللي بيقعوا ويقوموا أقوى؟ كل سقطة فرصة إنك تتعلم، وكل تجربة بتضيف لك خبرة. خلي الفشل صديقك مش عدوك، خليه يعلمك مش يحبطك، خليه دافع يخليك تقول المرة الجاية هنجح. والفرق بين اللي يوصل ويفضل مكانه إن الأول بيشوف الفشل خطوة للأمام، والتاني بيشوفه نهاية الطريق. لو انت دلوقتي مكسور عشان فشلت، ارفع راسك، دي مش النهاية، دي صفحة جديدة. قوم جرب تاني، وافتكر انك مع كل محاولة بتقرب اكتر. ولو الفيديو ده حسسك انك لازم توقف جلد نفسك وتبدأ من جديد، اعمل لايك واشترك في القناة، وشارك الفيديو مع اي حد حاسس ان فشله نهايته. افتكر، الفشل مش نهاية، الفشل بداية طريقك للنجاح. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, practice, rehearsal,